اهلا متابعينا. في الغالب الواحد ما بيحبش يتدخل في امور حد الشخصيه. بس دول من اشهر الاعلاميين حاليا على الساحه المصريه، واللي بنتمنى القرار ده ما يضرش بعشره العمر اللي ما بينهم، والود اللي كنا دايما بنشوفه ما بينهم وفي علاقتهم. طلاق الاعلاميه لميس الحديدي من الاعلامي عمرو اديب رسميا بعد اكتر من 25 سنه زواج. انفصلت الاعلاميه لميس الحديدي عن الاعلامي عمرو اديب، وذلك بناء على رغبتها، وجاء الطلاق بينهما في وسط حاله من الود والاحترام والتفاهم فيما بينهما، احتراما للعشرة الطويلة اللي كانت بتمتد تقريبا من عام 1999. كان آخر احتفال ما بين الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي كانت بخطوبة ابنهم نور، وكان في حفل عائلي بسيط جمع أفراد الأسرة الواحدة في شهر نوفمبر الماضي. نتمنى الامور يغلب فيها الود زي ما كان. ربنا ما يكتب الطلاق على حد، لان في الغالب الكل بيكون خسران. وشكرا جدا ليكم على المتابعه، اسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم.